مش سهل ابدا انك تكون في علاقه مع بوردر لاين، حد بيحبك قوي قوي دلوقتي وانت فعلا اكتر حد هو بيحبه في الدنيا، وبعدها بشويه بسبب نظره او كلمه او يمكن موقف تخيله في عقله بتبقى انت اوحش انسان على وجه الارض. احنا كناس عندنا اضطراب الشخصيه الحديه، عندنا مشاكل كتيره جدا في التعامل مع مشاعرنا، اصل هي تقيله علينا قوي، بتوجعنا قوي وبتبقى ماشيه في عروقنا زي ميه النار، بس تقلها جاي من ان انا ما اتعلمتش اتعامل معاها ازاي. عشان كده اوقات كتيره جدا بحاول ارميها في عيب اي حد معدي. لما نزعل يبقى انت السبب في ده، كمان لما افرح يبقى انت السبب في ده. المشكله ان انا لما بشوفك السبب انا فعلا مصدقه ان انت السبب، ما بكونش بتجنى عليك، لان في الوقت ده أنا اتحطيت على السكيمة بتاعتي اللي فيها أنا بتعامل على وضع الحماية. أنا كل هدفي دلوقتي إن أنا دافع عن نفسي وقيمتي الذاتية وأماني، اللي أنت بشكل مقصود أو غير مقصود جيت هزيته فيا، فابتديت أهاجم وأزعق وأشتم، أكسر أو أعمل حاجات كتيرة جدا مش صح عشان بس أخد حقي. ببقى عاملة زي الطفل اللي لما بيبقى عنده مشاعر مش عارف يعبر عنها بيجي ويضربك. فلو انت بتتعامل مع حد عنده بوردر لاين، في شوية أساليب لو استخدمتها ممكن تساعدك إنك تساعده، بس خلي بالك إن دورك إنك تساعده مش تنقذه، بمعنى إن اللي قدامك أصلاً شغال على تعافيه وبيحاول يفهم نفسه، مش بس بيلوم وبيعمل إسقاط على كل حاجة حواليه. فلما تفلت مرة أو اتنين تمام، لكن لما ياخد اضطرابه كحجة يكمل فيها دور الضحية، اعرف إنك هتشيل قبح وإنك بالنسبة له بقيت منقذ. وصدقني دي آخر حاجة ممكن تكون عايز تعملها معانا. هنستخدم تقنية اسمها سيت أب. أول حاجة سبورت، الدعم. في اللحظة دي أنا اللي مسيطر عليا هو إن أنا مش متشافة، حاسة إن أنا منبوذة وحاسة إنك أنت مش فاهمني، فأنا هنا محتاجة الدعم في إن أنا أفهم إنك هتبقى موجود لغاية أما أفهم نفسي. 2 empathy أو التعاطف. أنا يمكن شكلي من بره سليم بس أنا مش بعيش مشاعر عادية، أنا حرفياً بتحرق. حتى لو مش فاهم وجعي محتاجة إنك تقدره. عارفة إن إحنا مش بنحس على نفس الدرجة، يعني ممكن تقولي إن حقك إنك تحسي كده ودي مشاعرك وقت لحد ما تفهميها، لكن ما تقوليش أبداً هو أنا عملت لك إيه. 3 truth، الحقيقة، إنك تتعامل معايا بصدق وحقيقة، لأن أي وعد هتوعدني بيه وهتخلفه حتى لو كان لمصلحتي هيخليني أتحط على السكيمة من أول وجديد، وهتلاقي مني ملذ وطاب. ومفيش مانع هنا أبدا إنك تحاول تعرفني نيتك من الكلام اللي بيتقال عشان أنا بفهم أسوأ سيناريو. 4 understanding، إنك تفهمني، انك تعرفني انك انت فاهمني او تحاول تفهم مني. فيهاش حاجه لما تيجي تسالني هو انت فهمتي ايه هنا وبناء عليه ابتديتي تتصرفي التصرفات دي، لان في معظم الوقت فهمي للحاجات اللي انت قلتها بيبقى مبني على ذعري من انك انت تسيبني وتمشي. 5 حاجه انا محتاجه منك البرسيفيرنس او الاستمراريه، يعني تاخد قرار بينك وبين نفسك انك تكمل معايا الخطوات دي بهدوء على قد ما تقدر، وخصوصا في الاوقات الصعبه. انا قلت مش سهل، بس انت عارف كويس ان احنا كبوردر لاين فينا حاجات كتيره تانية تستاهل، وان ده مش بيحصل بمزاجنا، بس احنا بجد خايفين. وما تنسوش تعملوا شير وسيف للفيديو عشان احنا كتير.